ما تيجي نتخيل مع بعض كده طفل عنده 7 سنين كل يوم بيصحى من النوم، يروح المدرسة الصبح، وبعد المدرسة يركب العربية بسرعة ويروح مغير لبسه في العربية عشان يروح التمرين، وبعد التمرين يروح درس اليوسي ماس، وبعد اليوسي ماس بقى لازم يروح عشان يعمل الواجب المطلوب منه في المدرسة. هو احنا ليه عايزين نطلع طفل ياخد جايزة نوبل؟ طب احنا فكرنا قبل كده، هو احنا كده بنستثمر في أولادنا والّا في رأي تاني؟ اسمعوا الفيديو ده واعرفوا الإجابة. أنا عارفة إنه مش بيحب الرياضة دي، بس أنا متأكدة إن الرياضة دي هي اللي هتقوي جسمه عشان يعرف يذاكر ويبقى من الأوائل في المدرسة، واليوسي ماس رغم إن هو مش ماشي فيه أوي، بس أنا متأكدة إنه هيخلّيه أشطر واحد في الفصل. المشكلة إن إحنا بنتعامل مع أولادنا كأنهم مشروع استثماري، إحنا عايزين نحقق فيهم اللي إحنا ما عرفناش نحققه، أبطال في الرياضة، يبقوا أشطر ناس في الفصل، يبقوا أذكى ناس في العالم. طب هم عايزين كده، طب فين وقت اللعب بتاعهم؟ المشهد اللي إحنا شُفناه قبل ده بيعبّر عن أمهات كتير أوي، اللي بيرسموا الطريق لأولادهم، بيختاروا الرياضة اللي هم شايفينها مناسبة، بيختاروا برضه الكورسات برضه اللي هم شايفينها مناسبة، مش اللي أولادهم هينجحوا فيهم. ففين بقى الوقت بتاع الطفل ده اللي هو عنده 7 سنين هو يقعد يلعب؟ ما هو من حقه، هو في دوامة زي الدوامة بتاعتنا بالضبط وإحنا كبار، لازم كل يوم يعمل نفس الحاجات، يروح التمرين ويحضر الكورسات ويروح المدرسة ويحل الواجب، ما فيش وقت لأي حاجة تانية. طب تفتكروا بقى نفسية الطفل ده بتبقى عاملة إزاي؟ أقول لكم، الحقيقة هي بتبقى نفسية مستهلكة، هو عارف هو مطلوب منه إيه، والمشكلة إن إحنا طموحاتنا فيهم على قد طبعًا المجهود والفلوس اللي بتتبذل في القصة دي، إحنا بنبقى مستنيين منهم أفضل حاجة، ولو ده ما حصلش هو بيحس إن هو طفل فاشل، وأنتِ بتحسي إن أنتِ ما عملتيش أي حاجة، فبنلغي طفولتهم عشان نجهّزهم للمستقبل. إحنا بنوصّل لأولادنا رسالة: أنا مش هاحبك إلا لمّا تعمل لي اللي أنا عايزه، إلا لمّا تبقى متفوّق في الحاجات اللي أنا حطيتك فيها، فبنلغي فعلًا الطفولة بتاعتهم، وبيبقوا عارفين إنهم عايشين في الحياة دي عشان يحققوا رغباتنا. تفتكروا بقى نفسية طفل بالمنظر ده هتبقى عاملة إزاي؟ ما قُلتش إن إحنا ما نستثمرش في أولادنا، استثمروا، بس ادّوهم وقت للإبداع بتاعهم هم، ادّوهم وقت إن هم يلعبوا. أنتم عارفين لمّا بتشوفوهم وهُم بيلعبوا أنتم ممكن تطلّعوا منهم مواهب وحاجات تانية خالص غير اللي أنتم حطيتوهم فيها. مثلًا لمّا بتجيب sketch رسم وألوان للطفل، أنت ممكن تكتشف إن عنده موهبة الرسم، فتدخّله حاجة ليها علاقة بالرسم. لو جبت له آلة موسيقية ممكن تلاقيه بيحب الموسيقى وبيحب العزف على أي آلة. فادّوهم فرصة إنهم يلعبوا، عشان اللعب ده غير إنهم بيطلّعوا الطاقة كلّها فيه، لكن فعلًا هتكتشفوا مواهب أنتم مش واخدين بالكم منها.